التوت البري. فكرت في هالوصفة اليوم مثل في وصفات كثيرة في هالبرنامج اللي هي سريعة وسهلة وراح تشوفوا من أروع ما يكون. واليوم اخترت لكم إنه راح نعمل عجينة الباف باسري اللي على السنبلة، وطبعا حتى الحشوة تاعها كثير بسيطة، بس هاي راح أعملها بعدين بعد ما نجهز العجينة. وطريقة حتى الميلفوي راح أشرح لكم، يعني اللي راح نطبقه اليوم أنا على ميلفوي صغير بأشكال طبقوه حتى على القطعة الكبيرة اللي معروفة، الميلفوي كلاسيك المعروف. فراح افردها، راح تشوفوا طريقة الميلفوي مثل ما قلت لكم انا راح عملته على اشكال صغيرة وحتى حلوة كتير، وراح تشوفوا راح تحبوا الفكرة، وهيك تشجعكم ان شاء الله تعملوها. مشان هيك جبت هالقوالب. طيب هلا راح نوريكم كيف راح اعمل. خبرتكم على شغله انه نحط فوقها وزن امبوا، يعني اللي هو راح يكون صينيه من نفس حجمها او اصغر منها، مش مهم، المهم نجي نغطيهم بهالطريقه، نحط ورقه وبحط فوقها صينيه. هذا هو الميلفوي، مبدا الميلفوي ايا كان كلاسيكي، هي القطعه المستطيله او على اشكال، راح يتعمل اشكال وانواع. المبدا هذا هو. بصراحه انا راح احطها بالثلاجه ترتاح شوي، وبعدين بحطها بالفرن مسخنته 350 درجه فahrenheit بين 25 ل 30، حتى مرات تاخذ مني كثير، يعني ما نفتحش عليها في الاول. لما نعرف انه فاتوا عليها 20 25 دقيقه نجي نتاكد نشوف، وبعدين نشيلهم. وطبعا انتم مش راح تستنوا لا 5 دقائق ولا 20 دقيقه، انا مجهزتهم وطلعتهم بالفرن، وراح نجهز قدامكم الحشوه تاعهم اللي هي كريم شانتيي او كريمه الشانتيي بجبنه الماسكربون، وراح نعمل المونتاج كمان قدامكم وتشوفوا ما احلاهم، واكيد ان شاء الله راح تعملوهم. ميلفوي التوت البري. بعد ما تبعتوا معايا الخطوات كيف شو هي الخطوات اللي نتبعها باش نعمل الميلفوي العجينه المبدا تاعها وهيك، ايا كان الميلفوي الكلاسيكي اللي هي القطعه الكبيره، وبعدين نعملها نقطعها على مستطيلات بعد ما نحشيها طبعا، او مثل ما اليوم مقترحه عليكم انا يا اشكال. راح نبدا نجهز في الحشوه تاعهم اللي كمان بسيطه، هي المبدا تاع الكريم شانتيي. الكريم شانتيي راح يكون فيها كريمه الخفق الطازجه، تتاكدوا انها طازجه من الريحه تاعها من التاريخ تاعها، هي شغلات كثير مهمه. طبعا وشويه سكر بودره، والفانيلا مهمه ايا كانت نوع الفانيلا اللي عندك، كمان تكون يعني متاكده انها كمان فيها ريحه سائله او البودره مش مهم. وعندي كميه من جبنه الماسكربون اللي راح كمان بخفقها بعدين، بعد ما بخفق الشانتيي راح اخفقها ونخلطهم مع بعض باش نحصل على كريمه شانتيي ليجير خفيفه وبطعم رهيب. وحتى بعدين ان شاء الله راح تشوفوا كيف نعمل المونتاج، كيف نطبق هالميلفوي، راح تحبوه كثير ان شاء الله. بس انبهكم لشغله، انا ما نحبش نحط كثير سكر في حلوياتي، يمكن انكم لاحظتوا اللي يتبعوا حريه المطبخ. لكل لتر كريمه طازجه، كريمه الخفق الطازجه، بدكم 100 جرام سكر بالضبط، اكثر من هيك تطلع الكريمه كثير حلوه. فتتبعوا هالمعلومه وراح تشوفوا انه تحصلوا على كريمه رائعه. بسم الله. وراح ابدا بالكريمه، وبعدين يعني من غير ما نغسل انا اللي تاعها راح اخفق جبنه الماسكربون. ما نقدرش نعمل العكس، مثلا نبدا بالجبنه وبعدين نجي هون من غير ما نغيرهم، ممكن الكريمه ما تطلعليش، فهذه كمان نقطه تنتبهوا لها. بسم الله. راح اضيف الفانيلا.
نخلق جبنة الماسكربون. فينا كمان نحضر الكريمه شونتيي ونحضر كريم باتيسير. الكريم باتيسير فيه وصفات كثيره بموقعنا وحتى بالكتاب حوريه المطبخ، سهله كثير. فيكم كمان وراهي موجوده حتى هالاقتراحات بالوصفه اللي على موقعنا فتافيت.com. انا عملتها جبنه الماسكربون. اللي ما عندوش حاولوا تلقوا جبنه ما يكونش فيها نكهه، ضيفوها وراح تعملوا نفس الخطوات، او تخلطوا كمان نسميها اون كريم ليجي، تكون لما نخلط كميه من كريم شونتيي مع كميه من كريم باتيسير رائعه، هاي كمان رهيبه. فيكم كمان تعملوها. فشايفين انا هون مش راح لا اشيلهم ولا نضيفهم، على طول راح اخفق، مش راح ياثر على الجبنه. وراح نخلط كميه من الجبنه هذه اللي خفقناها مع الكريم شونتيي. حابه ندوق الكريم شونتيي قبل ما نخلط لها. بسم الله. بارفي تري تري بون. والله عن جد يعني نفسي هيك تاخذوا الملاحظات والشغلات اللي نعطيهم لكم، لانه فعلا مجربتهم وبعطيهم لكم بصدق. الكريمه شونتيي عندها عبر، يعني مرات كثيره انا باكل هيك كريمه شونتيي بحس انه بس سكر. هي لما يحطوا للتر الكريم الطازجه اكثر من 100 جرام، هو عبرها 100 جرام. لساتني على هالقوانين ولساتني على هالشغله، وحتى كل وصفاتي بحاول انه اللي فيهم السكر بنقص وبعادل. حابه نحس انه لما ناكل شغله ولا مكون يغطي على الثاني، خصوصا لما تكون شغله هيك انه مثلا بدي الجبنه، بدي استطعم الجبنه، بدي استطعم الكريمه، فلما نحط كميه كثيره مثلا مثل هون في الكريم شونتيي شو راح نستطعم غير السكر؟ وخصوصا الناس هلا كثير صبحوا وعي في هالشغله، يعني صحيا وحتى مساله ذوق، كلهم صبحوا يحب يدوروا على الشغلات اللي كميه قليله فيها السكر او متوازنه. وراح نخلط كميه من الجبنه هذه اللي خفقناها مع الكريم شونتيي. حابه ندوق الكريم شونتيي قبل ما نخلط لها. بسم الله. بارفي تري تري بون. والله عن جد يعني نفسي هيك تاخذوا الملاحظات والشغلات اللي نعطيهم لكم، لانه فعلا مجربتهم وبعطيهم لكم بصدق. الكريمه شونتيي عندها عبر، يعني مرات كثيره انا باكل هيك كريمه شونتيي بحس انه بس سكر. هي لما يحطوا للتر الكريم الطازجه اكثر من 100 جرام، هو عبرها 100 جرام. يلا بسم الله يا ربي. لما نجي نعبي هالجيوب او لابوشادو الجيب الحلواني، دايما نجرب ونحاول نطلع لانه يدخل معاه هواء، واحنا بنعبي في الكريمه ندخل معاه هواء، فطريقه انكم تجربوا. بسم الله.
اخر لمسه. شويه شوكولا بس نعطي لون للصحن. بسم الله. ألف هنا وشفا. وهي هي وصفاتنا اليوم، وصفات شهية وبسيطة. كان عندنا موفن الشوكولا بالموز والقهوة، كوكيز بزبدة الفول السوداني، وملفاي بالتوت البري من أروع ما يكون. شفتم أسهلهم. وإذا كنتوا حابين تعرفوا هالوصفات وغير وصفات حورية المطبخ، زوروا موقعنا فتافيل.com. ألف هنا وشفا.